قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، يا ريت تعملوا لايك وشير سبسكرايب على اليوتيوب وتعملوا لي فولو على الانستجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او التعليق مثبت. وبس كده، لو حابين نشوف اللوك القمر ده مع بعض، اللوك ده لوك عروسه، لوك خطوبه، لوك سواريه، زي ما تحبي. ونسيت اقول لكم بس على نقطه، في ناس في الكومنتات في الفيديو اللي فات، انا بحب انوع ما بين الفيديوهات. طبعا ده لوك رقيق وسيمبل كده وكيوت وباللون البينك، وهيعجبكم جدا ان شاء الله، وباللون البينك والاورنج مع بعض. تمام. في ناس اللوك اللي فات قالوا لي ده ده ميك اب مش حلو، ده مش عارفه ايه، ده تقيل. بصوا يا جماعه، الميك اب ده فن. تمام. هتعملي اللوك الخفيف وهتعملي منه اللوك التقيل، فانتي مش مستقره على حاجه. ودي قناه اليوتيوب بتاعتي يعني بعمل كل مختلف انواع الميك اب اللي انا ممكن اقدر اعملها. مش بعمل مثلا الا حاجه، مش بعمل مثلا حاجه والباقي كله يبقى سيمبل. لا، انا بحب اعمل كل حاجه، اللي هو التقيل والخفيف، في كل على حسب كل واحد وذوقه. وفي ناس كمان بتحب الحاجات التقيله دي وان هي تعملها وكده، ان هي تظهر بالشكل ده. في ناس تحب الحاجات الرقيقه وكده ان هي تظهر بالشكل ده. فاحنا بنعمل كل حاجه وبنرضي كل الاذواق. وكمان انا المفروض ان انا ميك اب ارتست، المفروض اعمل كل انواع الميك اب، مش اركز على ميك اب خفيف. مش معقوله مثلا لو انا مثلا هتجيلي بنت تقول لي عايزه اعمل ميك اب تقيل، اقول لها لا انا مش بعرف اعمله، فمش هينفع. فلازم احنا نعرف نعمل التقيل والخفيف، مش عشان في ناس بتقعد تقول ياعه ومش ياعه والالوان مش حلوه. كل واحد على حسب ذوقه. وعلى فكره الميك اب زي ما قلت لكم برضو فن. تمام. انت بتخترعي تشوفي تعملي ايه، بتخترعي من دماغك، تشوفي او بتشوفي فيديوهات كتير لناس معينه تحبي تعملي اللوكات بتاعتهم سواء تقيله او خفيفه. ف يعني بنات الميك اب ارتست او البنات اللي هي المصريه اللي بتعمل ميك اب، انتي لو بتعمل فيديوهات ميك اب، انتي مثلا بتروحي تقولي لها انا عايزه اعمل ميك اب الفلاني، هتعمل لك الميك اب الفلاني. ده الميزه في ان هي تعمل لك كل حاجه وتنوع لك من كل حاجه. فيا ريت بلاش الكومنتات السلبيه اللي مش بتعجبني ديت، ومش بتعجب اي حد اطلاقا. فعشان عيب بجد الهواية والكلام ده. ممكن تقولي على فكره، ممكن تقولي الميك اب ده مش عاجبني او كده، اللي هو يعني انت المفروض تتكلمي بذوق شويه. بس كده. ومعلش انا اسفه على تطويله الفيديو، بس انا حبيت انوه عن موضوع معين. النهارده هنعمل مع بعض لوك خفيف كده. طبعا بصوا زي ما انتم شايفين، انا حاطه الميك اب ده انا كنت بيه في الشارع، كنت حاطه حاجه خفيفه جدا. بس قلت بقى يعني ايه، حاطه نقطه فاونديشن، مش نقطه فاونديشن، كونسيلر، ووزعته على كامل بشرتي، وثبتت ببودر كده على خفيف، وحطيت بلاشر خفيف كده وبس كده. وكنت حاطه روج وجلوس. ماشي، انا قلت لكم هجرب معاكم جلوس ساندرا الفيديو الجاي ان شاء الله، هجربه معاكم وهتكلم عنه باستفاضه، لان انا كذا مره اقول انا هعمل الفيديو ده وهدور على الروج الجلوس ده وهقول لكم ده ايه ومش عارفه ايه. تمام. ان شاء الله الفيديو الجاي هو معايا، بس الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل ريفيو كامل عنه. وطبعا يعني مش هقول لكم دلوقتي. المهم، طبعا بصوا انا معايا الحاجات دي اللي انا هستخدمها، والبالت دي انا هعمل معاكم لوك حلو جدا. و بس كده، خليكم معايا لو حابين تشوفوا اللوك. يلا بينا. مبدئيا كده انا هستخدم معاكم البالت بتاعه مايت سينما اللي هي الشوكليت دي، اللي هي 70 لون، حلوه جدا. كان في ايديا مش عارفه لون من البالت وانا بوريكم الفرشه، معلش بقى. المهم، هاخد اللون الاورنج، هاخد لون اورنج كده وهحطه عند الترانزيشن كولر، احطه في الجفن الثابت. تمام. بصوا بطريقه عشوائيه جدا، حتى انا ماسكه الفرشه باي طريقه عادي مش مشكله. بصوا يعني بصوا رايح جاي، او مثلا بتعملوها دواير عادي، اي حاجه بعشوائيه جدا. ترانزيشن كولر، فاهمين؟ الترانزيشن كولر ده بيبقى دايما ايه عند الجفن الثابت بطريقه كده عشوائيه، فاهمين؟ ولكن ما تطلعوش عند الحاجه فوق. تمام. بعمل العين التانية، بس انا في الفيديو ده هركز على عين واحدة بس. الحتة دي بس هي اللي يعني ايه اللي بعمل فيها في العينتين بس. المرة دي هعمل عين واحدة في الفيديو، مش هعمل العينتين مع بعض، لان انا اكتشفت ان ده بيطول في الفيديو كتير قوي. انا الصراحة كنت بنسى، وكنت ايه بحط يعني ايه في العينتين. المهم، هاخد اللون البني
ماشي، واحطه كده عند الكسرة بتاعة العين. لقيت ان اللون مش تقيل، فانا هاخد اللون الغامق بتاعه، مش هاخد اللون البني الفاتح او البيج الفاتح، هاخد اللون البني الغامق وهحطه عند الطرف كده. تمام، وهدمجه وادخله على جوه كده، بس مش لجوه اوي، فاهمين قصدي؟ اللي هو غمق بس ايه الحتة دي. وبعدين هجيب الفرشة وهدمج الفرشة الاولانية، وهدمج اللون مع بعض، هدمجهم مع بعض. شايفين بقى شكله متموه ازاي؟ انا عندي الكاميرا مش عارفه ليه مره واحده كده بتسحب الاضاءه، فانا بضطر ان انا احط ايديا تحت وشي عشان اظهر لكم الالوان، لو انتوا تاخدوا بالكم يعني. مش عارفه هي بتعمل ليه كده، دي حاجه غريبه جدا بجد، بس بحاول اظبطها. اخدت اللون من الاسود وقعدت ادمج فيها كده من على الاطراف، واحاول ان انا اطلعهم على بره وادمجهم مع بعض ويكونوا متناسقين مع بعض كانهم ميه واحده، مش حاجه مختلفة عن حاجة او واحدة، حاجة هنا وحاجة هنا، فاهمين قصدي؟ لازم يكون كله مية واحدة كأنهم شكل واحد. هجيب الكونسيلر وهعمل هاف كات كريز. الهاف كات كريز دي اللي هي بتبقى نص الكات كريز، لازم اطلع عينيا فوق واجيب الحاجات واعمل الحركات اللي انتوا شايفينها دي عشان تقسم لي عينيا. ولكن ممكن انتي اصلا عند ناحية كسرة عينك بتطلعي حاجة بسيطة بالفرشة، مش لازم تعملي اللي انا بعمله ده خالص. تمام، فانا جبت الاسبونجة الصغنونة دي وسحبت كل الكونسيلر او الفاونديشن الزيادة. اي فاونديشن اي كونسيلر عندك تقدري تستخدميه. جبت اللون البينك اللي هو في بلد برضو الشوكولات بتاعة مايت سينما، وهثبت مكان الكونسيلر كده، هيبقى شكله تحفه جدا. يعني انا حطيت الاورنج مع البينك، حلو جدا. زي ما انتوا شايفين البلوفر اللي انا لابساه دوت، انا اصلا كنت بلبسه، يعني ما كنتش بلبسه اساسا، بس لقيت الوانه عجباني، قلت اما اعمل بيه فيديو عن طريق الالوان بتاعته، وطلعت معاكم في الفيديو، وكان شكله حلو جدا وشكله سيمبل ورقيق، وينفع الميك اب ده لزفاف او لخطوبه او لسهره، ايا كان اللي انت عايزاه، حلو جدا. وانتي طبعا هيختلف طبعا بالماتيريال بتاعتك اللي انتي عايزه تستخدميها، سواء هتستخدمي مثلا ماتيريال هاي اند، ماتيريال دراج ستور، او صيني او مصري، اي حاجه عموما يعني. المهم هاخد لون جلاتر فضي ولون جلاتر بينك، وهدمجهم مع بعض من نفس البلد بتاعه الشوكليت اللي هي 70 لون. تمام، عايزه اقول لكم ان الالوان مختلفه شويه في البينك بانسر والشوكليت، بس وكمان تحسي ان الشوكليت الدرجات بتاعتها احسن من البينك بانسر، بس البينك بانسر دي كانت تحديث الجديد شوية عن التحديث القديم. التحديث القديم كان وحش جدا، سمعت عنه ريفيوهات وحشة جدا. خدت لون بينك وحطيته برضو عند عند ناحية الهاف كات كريز بس لحد اخر وكده، ودمجتهم مع بعض عشان خاطر بس يبين الكات كريز اللي انا عاملاها. تمام، مش عشان مش ما يبينهاش، فاهمين قصدي؟ يعني انا حددتها وموهتها في نفس الوقت زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هقول لكم برضو نرجع للشوكليت. الشوكليت باليت حلوه جدا، تمام، احسن من البينك بانسر. وممكن تجيب بينك بانسر لانهم بيعملوا كل شويه تحديث ليها عادي جدا. تمام، لو انت مش حابه الجلاترات وكده هتجيبي البينك بانسر، لو انت بتحبي الجلاتر هاتي الشوكليت على طول. والشوكليت احسن من البينك بانسر برضو في نفس الوقت، كلها الوان نود وكده، والتانية مفيهاش الوان نود، كلها الوان فاقعة. انا بجيب اللون البني، حطيت لون بني تحت العين ولون اسود كده، دمجتهم مع بعض عند ناحية خط الرموش. حطيت اللون اسود وموهته على خفيف جدا، مش حطيت تقيل، خلي بالك وانتي بتحطي اللون الاسود. حطيت لون جلاتر مكان كده الكات كريس عند ناحية مدمع العين كده، بنص العين برضو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. فهاخد كنت محتارة ما بين بريتي وومن ومايت سينما في الكونتور، قلت هاخد مايت سينما وخلاص بقى يعني. عشان بس طلعت تقيلة ازاي لما نسيت انفضها، وخدت كمية كبيرة. خدت اللون البرونزر ده اللون الاورنج، انا قلت النهارده هقضيها شكل لوك اورنج في بينك كده، يبقى شكله حلو جدا. عايزه اقول لكم ان البيجمنت بتاع بريتي وومن حلو جدا لبنات الجامعه، ممكن تشتروها عادي جدا. لا مش بريتي، ام ان كل عمال اقول بريتي وومن وهي ام. حلوه جدا لبنات الجامعه، لو انت بتحبي تعملي كونتور لبشرتك، فانتي هتاخدي على خفيف جدا من ام ان، مجرد بس ان هو يحدد لك ملامح بشرتك، هيبقى حلوه جدا. ولكن مايت سينما برضو ممكن تستخدميها، بس تنفضيها جامد عشان هي بيجمنت قوي فبتبهدل الدنيا. المهم
انا جبت هايلايتر وحطيت عند الخدود وعند النوز وعند ناحية الأرنبة، وحطيت في كل حتة تقريبا كده، يعني عند مكان الإنارة، وانا بحب ابرز خدودي بالشكل ده. وبس كده يكون خلص اللوك بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتعملوا لي فولو على الانستجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. ويا ريت لو في اي لوك عايزين نعمله لكم باي لون ايه اكتبولي في الكومنتات.